لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه، ذا ممنوع ذاك حرام. صباح الخير على احلى ناس في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حبيت اشارككم يومي من اول الفطار لحد ما رحت الجيم. خلصت جيمي وجالي اوردر وهشاركه معاكم. كمان حضرت غدا خفيف في الاخر، كافئت نفسي بحاجه مسكره ويلا بينا نبدا مع بعض. اول حاجه بدات بيها يومي كانت فطار بسيط وسريع. دايما بحب ابدا بحاجه خفيفه، واكتر حاجة بصراحة بحبها في الفطار هي البيض. تديني طاقة وتفتح نفسي على اليوم. الفطار بيغير المود جدا يا جماعة والله. بعد كده لبست وقررت اروح الجيم. اول ما بوصل بحس بفرق، حتى لو التمرين بسيط، بس الجسم والعقل بيشكروني بعد كل مرة. حقيقي يعني خلصت الجيم بتاعي ورجعت واخدت شاور. بعد كده وانا راجعه لقيت الاوردر اللي مستنياه وصل. طلبت شويه حاجات كده للعنايه بالشعر والبشره. كمان اوميجا 3. خليني اقول لكم بسرعه كده ليه اخترت كل واحد فيهم، وهشرح لكم شرح مبسط كده للفيتامينات اللي موجوده في كل نوع. اول حاجه يا جماعه اخترتها هي البايوفيتا. والبايوفيتا من الفيتامينات التحفة جدا للشعر. وخلي بالكم انا الريفيو ده ما عملتهوش غير لما جربت الحاجات دي وشفت منها نتيجة. فتعالوا بقى كده يعني باختصار هشرح لكم كل حاجة في الحاجات دي. اول حاجة البايوفيتا ده فيتامين للشعر وللبشرة وكمان للأظافر. يعني لو ضوافرك ضعيفة، لو شعرك بيقع، لو عندك مشكلة في بشرتك، كل ده هو بيعالجها وبيحلها لك. اهم حاجة تستمري عليه فترة كويسة، يعني على الاقل 3 شهور. والحقيقة هو من اكتر الحاجات اللي انا حبيتها وحابة ان انا استمر عليها، لان هو عبارة عن جامد. البايوفيتا بيحتوي على بيوتين، بيحتوي على فيتامين بي 6 و12، كمان في زنك، كمان في فوليك اسيد، والحاجات دي مهمة جدا جدا للشعر والبشرة. كمان الاوميجا احنا بنجيبه علشان التركيز وعشان الذاكرة والمخ وكده، ولكن هو ليه فوائد تانية لان هو بيحافظ على حاجز البشرة، ومهم جدا جدا للمناعة كمان. بيحافظ على الشعر وعلى البشرة. والحقيقه انا ما رضيتش اعمل الريفيو ده غير لما اكون جربتهم. انا طلبتهم من صفحه او موقع اسمه سورس بيوتي، دايما بيبقوا عاملين عليهم اوفرز، وانا بحب بصراحه استغل الاوفرز. والاوفر كان باي 1 جيت 1، يعني اشتري واحد وخد واحد هديه، فانا جبت الاتنين بسعر واحد. والحقيقة انا بعد تقريبا يعني بقالي داخله في شهر اهو بستخدمهم. عايزه اقول لكم ان هو حلو جدا، وقف لي التساقط، تقريبا التساقط قل جدا جدا. حاسه بفرق في بشرتي، حاسه بفرق في ضوافري. انا عايزه اوريكم، بصوا شكل الجامس حلوه جدا، طعمها حلو، يعني مش هتملوا وانتوا بتاخدوا الدواء. بجد من الحاجات التحفه، وشركه انفينيتي ابدعت صراحه في الفيتامينات دي. تعالوا بقى مع بعض كده نحضر غدا سريع. وانا كان عندي كده دبابيس فراخ، وكنت عايزة ان انا اشويهم. فتبلتهم بتوابل عادية بقى، اي توابل بتحبوها حطوها على الفراخ. حطيت كمان معاهم عسل اسود وشوية صلصة بس. وكمان قررت ان انا اعمل مكرونة الانسجام. بقالي كتير قوي ما كلتهاش، انا عملتها مرة واحدة بس، كنت مصوراها معاكم قبل كده. فانا بحب المكرونه دي عشان هي بتفكرني بالكشري، طريقتها سهله قوي وبسيطه. بس انا ما كانش عندي بقى نوعين مكرونه، بس هي فعلا سهله جدا. وعلى بال بقى ما الفراخ تتشوي في الاير فراير، عملت بقى المكرونه. اول حاجه حمرت البصل وطلعته من الزيت بعد ما اخد اللون البني اللي انتوا شفتوه ده. بعد كده نزلت في الزيت بتاعه بمعلقه كده حلوه من السكر، وسبته كده يتكرمل. بعد كده هنزل عليه بالصلصه.
انا غطيت عليهم علشان حقيقي الطرطشه بتبقى جامده جدا، فخلي بالكم. حطيت بقى الصلصه زي ما انتم شايفين كده، وبدات اقلبها مع السكر، ومش بضيف بقى اي حاجه تانية على الصلصه غير التوابل اللي بستخدمها عباره عن ملح، فلفل اسود، وكمون. والبصل اللي انا حمرته بجيبه كده وبحاول ان انا افرفته، في ناس بتطحنه في الكبة او في مطحنة الخلاط، وبرجع اضيفه تاني على الصلصة. عايزة اقولكم بيدي طعم تحفة للمكرونة. وبعد كده ضفت التوابل كده زي ما انتم شايفين، وهضيف بقى المكرونة بعد ما الصلصة خلاص تكون اتسبكت. طريقتها سهلة وبسيطة، عايزة اقولكم طعمها حلو جدا جدا، وهتحسوا ان انتوا بتاكلوا كشري. يعني هي طعمها زي الكشري. بصوا قوام الصلصه ده اللي انا عايزاه. حابين تحطوا المكرونه فوقيها على طول، حابين تحطوها فوق المكرونه تخلوا المكرونه بيضه من غير ما تضيفوها في الحله، برضو عادي جدا، بتبقى حلوه قوي. والحقيقه لاني كان نفسي في المكرونه دي جدا، وكان يعني ما عنديش اي نوع مكرونه من اللي بيستخدموه، المكرونه الصغيره بتاعه الكشري والسباكيتي ما كانش عندي ولا واحده منهم، كان عندي المكرونه دي البنه بس. فاخترت ان انا اعملها بيه، لان يا جماعه طعم المكرونه دي بيخليني مبسوطه وسعيده، وبيحسسني كده بطعم الكشري. فزي ما قلت لكم كده، لما بكون نفسي في حاجه بحب اعملها. عجبتني قوي بصراحه، وهي طعمها مميز. الفراخ بقى كانت اتشوت، انا حطيتها في الاير فراير تلت ساعه واستوت وبقت زي الفل. حطيت كمان عليها شوية كده من زيت الزيتون وقفلت عليها عشان تاخد يعني لمعة كده بسيطة. وجبت بقى توم، والثوم ده مفروم، وبدأت كده ان انا ادهنه على الفراخ. بجد عطاها طعم مميز قوي. جربوا الفراخ بالطريقة دي، الشوي بيخليها حلوة جدا جدا مع الثوم ومع الزيت الزيتون، او ممكن زبدة او ممكن سمنة زي ما انتوا حابين، اي مادة دهنية. انا بس عايزاه يبقى بيلمع كده. بجد طعمها كان خطير. خلصت بقى الغدا، وعايزه اقول لكم ان دي بتبقى احلى لحظه في اليوم، وهي الواحد ياخد المي تايم بتاعه. كان نفسي بصراحه في حاجه حلوه وفي نفس الوقت من غير اي عقد. كان عندي بودنج كده بالكراميل بتاع جهينة طبعا، لان احنا مقاطعين مش بنستخدم دانت، وفي ليه بديل حلو جدا وشركة محترمة اللي هي جهينة. فاستخدمت البودنج بتاعهم وعملت بقى ايس كوفي بالدانت الكراميل. عايزه اقول لكم طعمه كان روعه حقيقي، حلو جدا، نفس طريقه الايس كوفي العاديه، بس انا ضفت في الاول الدانت اسفه البودنج، بعد كده هنضيف عليه التلج والايس كوفي. يعني بجد جربوه يا جماعه، طعمه حلو قوي قوي قوي، وحاجه حلوه كده تختموا بيها يومكم وانتوا قاعدين مع نفسكم. حقيقي تحفه، ومن الحاجات اللي بجد بتبسطني. وده بقى كان يومي معاكم، بسيط وفي حركه وفي اهتمام وفي اكله لذيذه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وتشتركوا في القناه، واستنوني في فيديوهات جايه كتير. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.